لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال يأتي بجسده وبروحه إلى الناس بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لكان قد جاء في يوم الجمل، ولكان قد جاء عندما وقع ذاك النزاع الكبير بين المسلمين في عهد معاوية ومن جاء بعده، ولا كان عليه الصلاة والسلام جاء عند ذاك الحدث الكبير وهو مقتل عثمان الذي كان هو السبب الرئيس فيما حصل للمسلمين فيما بعد. لم يقل أحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر بنفسه بجسمه وبروحه في هذه الأحداث العظام التي لو كان سيحضر ولو كان ياتي حيا بعد موته عليه الصلاة والسلام لا حضر فيها. ثم إن الزعم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى بعد وفاته حيا يمشي على هذه الأرض يرزق، هذا مناف لقول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فما معنى موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى موته بلا شك هو انتقاله عليه الصلاة والسلام من هذه الدار التي كان فيها جسده يمشي على وجه هذه الأرض، وانتقاله إلى حياة أخرى، انتقاله إلى الدار الآخرة. هذا ما آمن به الصحابة الكرام، وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا شك أنه عندما يضعف العلم وعندما تكثر الأساطير وتنتشر الخرافات في بعض العهود وفي بعض الأزمنة ينتشر بين الناس مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات. وكم قرأنا عن هذه الخرافات وعن هذه الأساطير التي روجها بعض مدعي التصوف.